تفاعل الجمهور المغربي أمس الأربعاء مع نهاية المسلسل الدرامي خط الرجعة الذي انطلق عرضه قبل شهر رمضان على قناة الأولى. وأعرب عدد من رواد منصة الانستغرام عن تأثرهم بمشاهدة الحلقة الأخيرة من خط الرجعة، لا سيما بعد وفاة مروة الشخصية التي تجسدها ابتسام تيسكيت. وأجمع العديد من المعلقين عليها النهاية جميلة رغم تسببها في بكائهم. وكتبت متابعة: صراحة زوين والله، ولكن الحلقة الأخيرة بكاتني. وقالت أخرى: مسلسل تحفة فنية. يشار إلى أن خط الرجعة للمخرج عادل الفاضلي ضم نخبة من الممثلين بينهم منى فتو، محمد خوي، ابتسام تيسكيت، مهدي فولان، مروة الحلو وآخرون.